السلام عليكم، اهلا حبيباتي. ان شاء الله تكونوا بخير في صحه جيده يا رب. اليوم ان شاء الله جيت نقدم لكم المطلوع بطريقتي، يعني على طريقتي وبمقادير مضبوطه. ان شاء الله تجربوه ويخرج لكم ويعجبكم يا رب. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم. ها هو كما راكم تشوفوه هنا بعد ما كملته. المقادير ان شاء الله نبداو. عندنا هنا هاد لابواط تاع لابيل، هذه تاع 500 غرام. هذه الوحده هكذا راح دير لكم قرصه كيما راكم تشاهدوا هنا. تعمروها حتى لوين الخط كيما نشريوها معمره باللابيل هكذاك نعمروها. قلت لكم البول واحد، يعني لابواط الوحده راح تكون مقدار قرصه تاع قرصه مطلوع هكذا. غربلوه. الدقيق من الافضل يكون الدقيق، يعني يكون الرقيق. تقدروا تستعملوا المتوسط، ما ديروش الخشين برك. هنا راني مدايره دقيق عمر بن عمر، يعني ليس اشهار للدقيق ولا الحاجه المليحه معروفه بلا ما نديروا لها اشهار. هنا درت ملعقه ونص تاع قهوه كما راكم تشاهدوا. الملعقه الصغيره، ماشي هذه كاينه تاع القهوه يشوي كبيره، هذه الملعقه الصغيره. ديروا ملعقه ونص في القرصه، صدقوني راح يخرج لكم مليح. ديروا سينوج، اللي عندها حبه الحلاوه تزيد حبه الحلاوه، راه تمد ذوق مليح بزاف في المطلوع. الملح هكذا. انا ما نديرش الفرينه وما نديرش الزيت، يعني كل واحد طريقته في المطلوع. انا هذه طريقتي لي تراديسيونيل تاع بكري، يعني تاع كيما نقولوا تاع جدودنا هكذا. كبرت لقيت جداد تخدم هكذا المطلوع، كملته هكذا وينجح لي يعني 100% ويعجبني بزاف. جميع من يعني ذاق المطلوع تاعي يقول لي مليح. هنا درت الماء الساخن، ماشي ساخن بزاف، الدافئ. لكن الماء سخون بزاف راهو تروح لنا لي في تاع لا لوفور، يعني تاع الخميره. ديروا ماء دافي. ودوكا رانا في فصل الصيف، ما تخافوش يعني يطلع لنا. ما تكثروش الخميره باسكو المطلوع الا كثرتي له الخميره راح تجي فيه هذيك الريحه تاع الخميره والمطلوعات تهبط لنا كما يقولوا. كاين يقولوا تخرجوا الخميره. هنا تلميه، كي تلمي يعني حاذري كي تعودي ديري في الماء، كي تعودي ترشي فيه وتلميه بيبوسه، يكون يابس المطلوع ماشي جاري هكذا. اي يعني اي بات تاع هكذا تاع العجين كيما نقولوا السفنج ولا الفرمسه ولا يتلم يابس قبل، من الاحسن لموه يابس هكذا. غطيوه وخليوه ربع ساعه كما قلت لكم وهو يابس. بعد ربع ساعه هنا كيفاه لقينا لاباط تاعنا تكون طرات لنا شويه، التفاعل تاع الخميره وذيك راح تطرى. دوكا نبداو نرشوا فيها بالعقل بالماء ونعجنوا باللابوم تاع اليد ماشي بالاصابع. قطعوها يعني باللابوم. والله ما لقيت الاسم تاعها يعني بالعربيه، سامحوني. هكذا قطعوه. المطلوع ليش يتقطع ماشي كيما الفرمسه والسفنجه ما يتقطعوش، مي المطلوع يتقطع هكذا. نقطعوه بالعقل ونقعدوا نرشوه في الماء. يعني صورت لكم لي زيتاب بريسك ملي بديت حتى كملت العجين، باش هكذا المبتدئات راح يفهموا كيفاه. وما خضاليش وقت بزاف، 10 دقائق ولا ماكسيموم. العجين يعني العجن تاعو يكون مليح. كي تشوفوه بدا يولي املس، تبدا العجينه تبان يعني خلاص بلي معجونه هكذا. نعجنوه ان شاء الله تجربوه تقلبوا لي يعني وتقولوا لي بلي نجح ان شاء الله يا ربي. يجيكم مليح خاصه للمبتدئات اللي هذا وين بداو يديروا هذه الطريقه تاع الكيل، تخرج لهم يعني مليحه. هنا ها هو
باش كيما تقول الاخت قناه ساميه تحمروا بوجوهكم قدام العجائز قدام عجايزكم. ساميه يعني انسانه جد طيبه، انا نموت عليها. كيما راكم تشاهدون بلا بوم تاع اليد تاع عجنوه. هاهو هنا واني او ميم طون نزيد في الماء بالعقل. هاون وحده وحده يبدا يطرى، تبدا العجينه تبدا كيما نقولوا تبدا تاخذ الراي. بالك الفيديو يجيكم طويل يعني، بصح من الافضل هكذا تستفادوا. هاي هنا كل ما تعياو باغ اكزومبل تعياو غطيوها بروحو واللي ولها زيدوا دلكوها شوي سا ديبون يعني انا هنا غطيتها، كان عندي شغل دقيقه رحت درت واني وليت ليها. هاني هنا كان لقيتها يعني مازالت مسحقه شويه عجين. كي تشوفوها بدات تطرطق لكم في يدكم العجينه شغل متهويه، دير لكم هكذا فقاعات، تسمعوا طرطيقات صغار هكذا، صافي خلاص تحبسوا العجين وتكون واجده. هكذا واللي عندها بيتران تخدم بالبيتران دو بريفيرونس يجيها مليح، واللي ما عندهاش تخدم باليد. انا هنا خدمت فضلت نديرو باليد لانه كاين اخوات ما عندهمش بيتران. بعد ما كملت العجن تاع لاباط تاعي درت واحد زوج مغارف زيت ولمي بهم العجينه تاعك. هاي هنا دارت الفقاعات، راكم شفتوا كيفاه نطرطقوا الفقاعات. هنا ها لميها بشوي زيت. كيما قلت لكم المطلوع يشتي تقطع، قطعوه ما تخافوش منه، قد ما تقطعيه راح يجيك مليح ويجيك هشيش. هكذا كاين مطلوع الفرينه، كاين انا نفضل مطلوع الدقيق. اي حاجه تاع الدقيق راح تكون بنتها يعني مليحه، وراح كيما نقولوا تحكم، ماشي من العشوه راح يولي لكم كيما تاع الفرينه يولي يتجبد هكذا. كان من نحب تاع الدقيق خير، ميم البنه بس دقيق احسن من بنه الفرينه. هنا تقسميهم على زوج، اخي قلت لكم زوج هذوك تاع 500 تاع لابيل راح يخرجوا لكم زوج قرص. ديري زوج قرص قد بعضهم. اللي ما تقدرش يعني على المطلوعات تكون كبيره يعني ماشي كبار بزاف، تقسم على 3، هما زوج يعني يجيوكم قد هذيك هي المطلوعه وتجي صغيره ماهيش كبيره بزاف. هنا ديري كتانه، من الافضل كتات المطلوع ديروا هذو يكونوا شوي محفرين شويه باش المطلوعه ما تلصقش. ها كيما راكم تشاهدوا نقعد غير نقلب فيها، ندير شوي ونقلبها باه نشف المطلوعه تاعي من الماء، تسمى باه ما تلصقليش في الكتانه. اقعدوا ديروا شوي هكذا وعاودوا قلبوها باش ما تلصق لكمش في الكتانه. هكذا قرصوها. ناس بكري قالك اللي ما تقرصش يعني المطلوعه تاعها ما تجيش مدوره، راجلها يعاود عليها الزواج. صافي قرصوها مدوره وعاودوا سينو راح يعاودوا علينا الزواج. يعني العجايز تاع بكري مساكين والله عندهم النيه. هنا حطيتها في هذاك السيار يعني اللي كنت درت فيه، نغطيها ونخليها تخمر في عقلها، ما تخمرش بزاف، واحد 20 مينوت نص ساعات تكون خامره. كي تشوفوها بدات تدير، الطاجين تاعكم لازم يكون النار قاويه بزاف ويكون سخون بزاف. هنا النار قاويه، علاش تو دارت هذيك تنفخ، اقعروها شوي بالموس وجوست تحكم الوجه، ما طيبش جوست تحكم الوجه، اقلبوها باش تنفخ لكم اكثر.
وبداو كي تقلبوها من بعد بداو تحركوا فيه في الطاجين حتى يحمر لكم، ومن بعد ديروا له الحواشي طيبوهم. شوفوا البنات كيفاه المطلوع لما جاكمش هكذا كيما نقولوا يتلغبى يروح هكذا وهكذا، سما ماهوش ها كيما راكم تشاهدوا يجي بنين ومليح. والقشره الفوقانيه ماهيش راح تكون لكم يعني يابسه كي تكونوا زايدين للطاب تاعكم. انا درت مطلوعه شوي خشينه ومطلوعه رقيقه لان العجوز تاعي تحبو خشين وانا نحب رقيق. كيما قلت لكم طيبوه النار تكون قاويه بزاف، شعلوهم في 3 وان شاء الله ينال اعجابكم. ولا جاتكم هذيك القشره تحسوها جاتكم شويه يابسه، هزوا اون نوازيت تاع مارغرين ودهنوها من الفوق، شويه تاع زبده ولا ادهنوا من الفوق راح تطرى لكم. ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو وتجربوا المطلوع تاعي وتسيوه وتقلبوا لي الاخبار. وشكرا حبيباتي والى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله.